بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة تانية ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا في خير، يا رب تكونوا في صحة، يا رب تكونوا في سلام. معادنا إن شاء الله مع المراجعة بتاعة الشهر التاني، مراجعة شهر نوفمبر. خلي بالك المراجعة دي شاملة 2 units، Unit 3 و Unit 4. هنبدأ أول حاجة بجزء الفوكاب، الكلمات بتاع ال 2 units. Unit 3 هنخلص الفوكاب بتاعها ونحل عليها شوية. Unit 4 الفوكاب بتاعها ونحل عليها شوية. بعد كده ننتقل على جزء الجرامر بتاع ال 2 units، سواء Unit 3 أو Unit 4. خلي بالك في شيت قوي جدا مهم جدا، مليان فوكاب، مليان أسئلة. هتلاقي في الديسكريبشن بتاع الفيديو أول حاجة هتلاقي الشيت ده موجود PDF. ثانيا الجرامر في بعض السلايدز اللي هنشرح منها برضو هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو PDF. يبقى انت في الديسكريبشن بتاع الفيديو عندك حاجتين PDF، الشيت دوت وعندك كمان السلايدز بتاعت الجرامر. يا ريت يا صديقي قبل ما نبدأ كده تكون محضر كشكول جميل عشان تكتب الإضافات، عشان تزود لنفسك، زائد الشيت ده يبقى مفتوح قدامك. لو سمحت خلي بالك من كل كلمة، مراجعة بمشيئة الله هتبقى قوية جدا وهتفيدك جدا جدا. بسم الله توكلنا على الله. أول بيج عندنا الفوكاب بتاع يونت 3. قبل ما نبدأ كده الفوكاب بتاع يونت 3، يونت 3 كانت بتتكلم على حاجة اسمها sustainable vision. عايز أعرف الأول الكلمة دي إيه والكلمة دي إيه. قلنا يا صديقي كلمة sustainable يعني مستمر أو مستدام، خلي بالك منها أرجوك. كلمة sustainable مستمر أو مستدام. طب كلمة vision يا صديقي قلنا رؤية لقدام، بعد نظر، رؤية مستقبلية. اكتب معايا الكام كلمة دول قبل ما نبدأ. يبقى كلمة sustainable فهو يا صديقي قلت مستمر أو مستدام. كلمة vision رؤية مستقبلية. كان بيقول لي يا مستر أو بيكلمني على sustainable goals، الأهداف المستدامة أو sustainable development أو أهداف التنمية المستدامة في كل مجال منهم مجال التعليم. وقال لي اللي هي حاجة كاملة متكاملة. كان في كلمة اسمها comprehensive. خلي بالك جدا يا صديقي بالكلمة دي هتجيلك في الامتحان يا سوسو. كلمة comprehensive يعني شامل أو متكامل. وقلنا اللي هي كانت بتساوي، اوعى تنسى يا سوسو، كان في كلمة عسولة اسمها inclusive. يبقى خلي بالك بالثلاث كلمات دول كبداية. أولا كمان مرة كلمة sustainable مستمر أو مستدام. كلمة vision رؤية مستقبلية. كلمة comprehensive يعني كامل أو شامل بتساوي inclusive. تعال نقرأ كده الفوكاب ونفتكر الحاجات المهمة مع بعض. أول كلمة يا مستر، الشيت بقى معاك وكشكولك معاك، كلمة administrative إداري. كلمة administrative إداري. لما قال لي كلمة administrative capital اللي هي يا صديقي العاصمة الإدارية، خلي بالك منها. طيب agency وكالة، ambitious. خلي بالك ان كلمة ambitious دي adjective صفة، يعني مش طموح، طموح. كلمة ambitious دي adjective طموح. طب النون منها يا صديقي اهي اللي هي مستر كلمة ambition. كلمة ambition دي النون اللي هو الطموح نفسه. يبقى النون ambition والadjective ambitious. balanced متوازن. burden عبء، الكلمة دي مهمة جدا هي واللي بعدها وخلي بالك منها. campaign يعني ايه يا مستر campaign؟ حملة. كلمة campaign من الكلمات المهمة، حملة. لما كان بيقول لي بيعملوا حاجة اسمها، ركز يا صديقي، awareness campaigns. لما قال لي يا مستر كلمة awareness campaigns يعني حملات توعية، خلي بالك منها. يبقى كلمة campaign حملة،
awards campaigns حملات توعية، وكان بيجي مع كلمة campaign فعل اسمه launch. يعني ايه يا صديقي؟ launch a campaign يعني يعمل حملة أو يقوم بحملة. يبقى كلمة campaign من الكلمات المهمة. طيب وقلنا خلي بالك awards campaigns حملات توعية. كلمة chronic diseases من الكلمات المهمة جدا في اليونت دي. يعني ايه يا مستر؟ ربنا يا رب يعافي الكل. يعني ايه يا مستر chronic diseases؟ الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة زي يا مستر ربنا يا رب يعافي الكل الدايابيتيز. الدايابيتيز اللي هو مرض السكر، أو البلاد بريشر مرض الضغط. كل دي chronic diseases أمراض مزمنة. الكلمتين دول هيجوا في الامتحان يا صديقي، خلي بالك. chronic diseases أمراض مزمنة، قلنا diabetes اللي هو مرض السكر. طيب بعد كده competitive تنافسي. confidently دايما الكلمة بتبقى آخرها ly، بتبقى adverb يعني حال بثقة. congestion تاني congestion ازدحام. cornerstone مهمة جدا الكلمة ديت. cornerstone حجر الأساس زي milestone أو foundation. بالله عليك اكتب كل كلمة. يبقى cornerstone زي milestone أو foundation حجر الأساس. curricula مهمة جدا جدا المناهج التعليمية. curricula المناهج التعليمية. قلت مفردها اسمها يا مستر كده curriculum. curriculum يعني منهج تعليمي، اوعى تنساها بالله عليك. يبقى curricula بالله عليك فوق معايا مناهج. curriculum منهج تعليمي. detection اكتشاف أو تحدي، اكتشاف الأمراض يا جماعة. يقول لي diseases detection early detection of diseases الكشف المبكر على الأمراض. يبقى كلمة detection اللي هو الكشف المبكر عن الأمراض. determination خطيرة خطيرة العزيمة أو الإصرار. كلمة determination العزيمة أو الإصرار. زي كلمة يا صديقي بالله عليك فوق واصحى كده persistence. زي كلمة persistence العزيمة أو الإصرار. يبقى كلمة determination زي كلمة persistence العزيمة أو الإصرار. economic حاجة اقتصادية. خلي بالك إن الكلمة دي adjective صفة. لما قلنا economic situation موقف اقتصادي، economic problem مشكلة اقتصادية. أما لو جبت برضو adjective برضو صفة وقلت economica، خلي بالك يا صديقي هي دي برضو adjective صفة، بس دي بتيجي بمعنى موفر، حاجة موفرة. خلي بالك effective فعال. efficiently قلنا ly efficiently تبقى adverb حال بكفاءة. eliminate حلوة الكلمة دي. eliminate يستأصل أو يقضي على. يستأصل أو يقضي على. خلي بالك زي eliminate illiteracy الأمية جاية بعد شوية. emphasize يؤكد. الكلمة دي متكررة والكلمة دي مهمة. enhance يعزز أو يحسن. قلنا يا صديقي زي improve. وكمان زي يا مستر كلمة عسولة خلي بالك اسمها boost. وكمان يا مستر ممكن support، ممكن encourage، ممكن promote. كل ده زي كلمة خلي بالك يا صديقي enhance. يبقى enhance يعزز يقوي زي improve زي boost زي support زي promote. كلمة خطيرة ومهمة جدا جدا وهتجيلك في الامتحان يا صديقي very important. خلي بالك منها. equitable access وصول عادل. كلمة equitable access وصول عادل. عايزين الإديوكيشن وحق التعليم يبقى equitable access يبقى وصول عادل to all citizens يوصل بعدل لكل المواطنين. العلاج يبقى equitable access وصول عادل لكل المواطنين. كلمة مهمة خلي بالك منها. generations أجيال كلمة مهمة برضو.
كلمة generations أجيال. glorious مجيد عظيم. خلي بالك بالكلمة دي يا صديقي. guarantee بتيجي noun وبتيجي verb، يبقى اسم وفعل. ضمان أو يضمن. خلي بالك كلمة guarantee noun أو verb، ضمان أو يضمن. heritage مهمة، التراث، كلمة خلي بالك منها، كلمة heritage التراث. illiteracy خطيرة، الأمية، بيجي معاها الكلمة اللي قلناها من شوية اللي هي eliminate. كلمة eliminate illiteracy يستأصل الأمية، يقضي على الأمية، يبقى eliminate illiteracy يقضي أو يستأصل الأمية. كلمة industrialization تصنيع جاية من كلمة industry. يلا يا صديقي كده فوق لنفسك. طيب خش على الصف اللي بعده. عندي يا مستر أول كلمة اللي هي يا مستر industries صناعات. كلمة دي تقريبا هي واللي بعدها متقررين في كل اليونتس، يبقى لازم يقولنا وخلي بالك منها. البنية التحتية infrastructure، يا رب اللي يقول يجيب مجموع كبير. البنية التحتية infrastructure، البنية التحتية infrastructure. طب مبادرة initiative، الكلمتين دول متكررين في كل اليونتس، يبقى البنية التحتية infrastructure، مبادرة initiative. طيب interactive تفاعلي. خلي بالك كلمة justice من الكلمات المهمة، زيها زي sustainable مستمرة أو مستدام، زيها زي vision رؤية مستقبلية، زيها زي comprehensive inclusive شامل أو متكامل. كلمة justice العدالة، زي يا صديقي كلمة fairness. كلمة justice العدالة زي fairness. ولو جالك السؤال ده في الخمس اختيارات وقال لك اختار إجابتين على كلمة justice بتساوي fairness أو equity، خلي بالك منها مهمة جدا. يبقى كلمة اكتب كل كلمة بالله عليك. يبقى كلمة justice عدالة زي fairness زي equity، عكسها طبعا injustice الظلم. large scale على نطاق واسع النطاق، كلمة large scale. outdated قديم. participation مشاركة سهلة. permanently خلي بالك بشكل دائم. طب يا مستر هي permanent حاجة دايمة، عكسها حاجة مؤقتة، اسمها يا صديقي temporary. يبقى temporarily يعني بشكل مؤقت، يبقى دي عكس دي. يبقى permanently بشكل دائم واخرها ly تبقى adverb. temporarily يعني يا مستر بشكل مؤقت، temporarily بشكل مؤقت. طيب الكلمة دي خطيرة هي واللي بعدها. pillars بالله عليك فوق، خش الامتحان مستعد. priceless. أولا كلمة pillars يعني الركائز الأعمدة، خلي بالك الركائز الأعمدة بتاعت التعليم، المدرسين، خلي بالك المناهج، الطلاب، كل ده الركائز الأعمدة اللي هي مستر pillars. priceless لا يقدر بثمن يعني valuable يعني قيم جدا. priceless لا يقدر بثمن يعني حاجة valuable قيمة جدا. principle مبدأ، خلي بالك بالثلاث كلمات دول تبع بعض. أولا الفيرب prosper يعني يزدهر، prosper يزدهر، زي يا مستر زي flourish. يبقى كلمة prosper يزدهر زي flourish، خلي بالك الكلمة دي verb فعل. طب النون منها أهو يا صديقي prosperity. كلمة prosperity ده noun الازدهار، بتساوي يا صديقي flourishment. يبقى الverb prosper بتساوي flourish يزدهر، النون prosperity بتساوي flourishment الازدهار. طب الادجective prosperous يعني مزدهر يعني ناجح. كلمة recovery التعافي أو الشفاء، كلمة recovery كلمة دي مهمة خلي بالك منها. remarkable
ملحوظ، رائع، remarkable. احنا حققنا we have achieved a remarkable success. نجاح كبير، نجاح ملحوظ جدا in the field of education في مجال التعليم. يبقى كلمة remarkable حاجة ملحوظة، حاجة رائعة. restoration ترميم أو استعادة، استعادة شيء، برمم شيء. كلمة خطيرة rural حاجة تبع الريف، حاجة تبع الكونتري سايد. عكسها يا صديقي، اوعى تنساها وفوق لي نفسك، كلمة urban. كلمة urban يعني مدني أو حضري، حاجة تبع المدن. يبقى حاجة تبع المدينة، خلي بالك تبقى urban. طب حاجة تبع الكونتري سايد، تبع الريف، تبقى rural، خلي بالك منها. screening يعني ايه screening؟ يعني فحص طبي. الكلمة دي مهمة، الكلمة دي مهمة. screening يعني فحص طبي. smoothly بسهولة، بسلاسة. specific محدد. strategy استراتيجية. تكنيك أسلوب معين، زي كلمة تكنيك، بنستخدم استراتيجية أو تكنيك معين. خلي بالك بالكلمة الخطيرة، الخطيرة. struggle يكافح أو يعاني، تيجي verb وتيجي noun. كلمة struggle I struggled to grade my مثلا marks up، أنا كافحت، صارعت عشان أعلي درجاتي. كلمة symptoms أعراض المرض، أعراض المرض symptoms. unique حاجة فريدة من نوعها، حاجة مميزة مفيش شبهها. كلمة universal عالمي، خلي بالك جدا من الكلمة السوسودية. vaccination التطعيم، vaccination التطعيم. vaccination cover تغطية للتطعيم، يعني ندي التطعيم لكل الناس. كلمة vlog مدونة فيديو. كلمة vocational حاجة مهنية. شوية كلمات كانت في يونت 3 بسيطة جميلة، عايزين نطبق على الكلام ده. عايزين نشوف كده يا مستر الأخبار إيه. طبعا يفضل جدا يا صديقي، يفضل اللي انت تكون حالل الكلام ده لوحدك وتبدأ تتابع معانا. اوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا، أي مراجعة، أي حاجة جديدة تنزل لك تبقى عندك أول بأول. تعالى كده نطبق على الكلام ده ونشوف الأخبار إيه. الجملة الأولى بيقول لي we must protect natural resources. لازم نحمي طبعا يا مستر natural resources اللي هي يا مستر الموارد الطبيعية. نحمي الموارد الطبيعية. خلي بالك to secure عشان يبقى عندنا مستقبل دائم مستدام. طبعا يا صديقي مش broken مش harmful، يبقى sustainable. طبعا يا مستر كلمة sustainable قلنا يا صديقي يعني مستمر أو مستدام. طيب number 2 new laws قوانين جديدة were passed بتتعمل to solve the nations عشان تحل مشاكل أو التحديات. هي كلمة challenges يعني تحديات. التحديات الاقتصادية. طب دي noun، خلي بالك بالحتة دي، اسم. دايما قبل الناون أنا عايز adjective صفة. طب يا ترى الادجكتيف economy؟ لا، economy ده الاقتصاد نفسه. economist ده عالم الاقتصاد. يبقى أنا عايز adjective قبل الناون، يبقى economic challenges. يعني إيه يا مستر economic challenges؟ يعني التحديات الاقتصادية. knowing your A will help you choose the right career. لما تعرف، خلي بالك نقط القوة بتاعتك، تعرف تشتغل إيه. طبعا strengths. بعد كده education التعليم is a major، مهمة جدا جدا الجملة دي، ممكن تجي لك في الامتحان بالنص وبنفس الاختيارات، خلي بالك منها. التعليم هو ايه؟ in building a modern society العمود الأساسي، الركيزة الأساسية. طبعا a major pillar. كلمة pillar يعني الركيزة أو العمود الأساسي. أساس المجتمع الناجح، أساس المجتمع الحديث هو education pillar العمود الأساسي، الركيزة. اوعى تنسى يا صديقي كلمة obstacle يعني عقبة، عقبة واقفة في طريقك. كلمة obstacle يعني عقبة. طبعا يا مستر هنا هيبقى pillar. number 5 the school created
المدرسة كونت بيئة environment where everyone feels welcome. بيئة كده يا مستر خلي بالك شملهم مع بعض، يبقى يا مستر طبعا inclusive. يعني ايه يا مستر inclusive؟ يعني شامل او متكامل زي comprehensive. يلا يا مستر number 6. The government increased spending. الحكومة بتزود وبتصرف على support national economic. طبعا يا مستر عشان تدعم التطور الاقتصادي economic development. كلمة development التطور أو التقدم، كلمة development. The younger members الأعضاء الصغيرين، الناس الصغار في السن respected بيحترموا the older طبعا الجيل الكبير طبعا traditions بالتقاليد بتاعتهم. كلمة جيل يا صديقي طبعا older generation. طبعا generation يعني الجيل الكبير، ربنا يديهم الصحة الناس الكبيرة. طيب خش بعد كده يا صديقي على الجملة اللي بعدها. يلا number 8. بيقول لي يا صديقي improved education لما نحسن التعليم can help a nation بيساعد طبعا nation الأمة الدولة to achieve long term طبعا بتحقق يا ترى poverty يعني الفقر؟ لا طبعا. يا ترى illnesses أمراض، conflict صراع؟ لا طبعا. نحقق prosperity. حد فاكر؟ لسه قايل يا صديقي كلمة prosperity الازدهار زي flourishment. طيب the company's future ايه؟ مستقبل الشركة ايه؟ focus on يعني يركز على، زي concentrate on بيركز على clean energy طاقة نظيفة، smart technology الرؤية المستقبلية. يبقى the company's future vision. طبعا يبقى vision اللي هي الرؤية المستقبلية، يبقى الرؤية المستقبلية خلي بالك منها أرجوك. طيب the manager suggested المدير اقترح ايه؟ to improve performance يعني الأداء، العرض والأداء، عشان يحسنوا الأداء والعرض. يا ترى اقترح prosperity ازدهار؟ لا طبعا. vaccination تطعيم؟ لا. accident اقترح استراتيجية جديدة، تكنيك جديد، اسلوب جديد، يبقى strategy. يبقى اقترح استراتيجية او نهج او اسلوب جديد. The report provided التقرير ده كان بيقدم explanation شرح متكامل. جملة مهمة number 11 خلي بالك منها. شرح مستر شامل، شرح في كل حاجة. قلنا يا صديقي comprehensive explanation كلمة مهمة في اليونت، قلناها في أول الفيديو بتاعك. كلمة comprehensive يعني كامل، متكامل، شامل، كل ده شغال. يبقى comprehensive explanation. The shop offers المحل ده بيقدم healthy meals وجبات صحية. price الجملة دي مهمة خلي بالك منها، مناسبة لكل الطلاب، يبقى على قد الإيد. اسمها يا ريت نكتب الكلمة دي affordable. حلوة الكلمة دي واكتبها. affordable يعني رخيص، بنكتبها كده في المتناول. بنكتب على كلمة affordable يعني في المتناول أو على قد الإيد، يعني مش حاجات غالية قوي، حاجات كويسة ممكن أي حد يشتريها. يبقى كلمة affordable في المتناول أو على قد الإيد. اكتبها بالله عليك. يبقى كلمة affordable بيقدم وجبات رخيصة، يعني في المتناول، يعني على قد الإيد. خلي بالك منها أرجوك. Every child كل طفل should have a Mr. access. هو لو قال لي equitable access شغالة. طب ليه يا مستر؟ يعني لو قال لي كلمة equitable يعني مدخل عادل، مدخل عادل للبيزك education. هنا مدخل قومي طبعا يا مستر، يبقى national خلي بالك access، وممكن equitable access. ماشي نكمل كام جملة كمان عشان احس ان الدنيا تمام كده معاك. تعال نبدأ من اول 14. طيب 14 يا مستر بيقول لي she needs treatment هي محتاجة علاج for a condition. كمل الجملة دايما يا صديقي لآخرها.
حاجة استمرت سنوات عديدة يبقى حاجة للأسف من الأمراض المزمنة chronic. قلت chronic diseases اللي هي الأمراض المزمنة زي الدايابيتيز مرض السكر، زي blood pressure ضغط الدم. The program provides البرنامج ده بيقدم 8 chances for all students فرص عادلة لكل الطلاب. لسه قايلين يا مستر كلمة عادل equitable. قلت equitable chances يعني فرص عادلة. اوعى تنسى الاكسبريشن ده يا صديقي. equitable chances يعني فرص عادلة. خلي بالك equitable access مدخل عادل. طيب all students must have to align platforms. خلي بالك platforms اللي هي المنصات التعليمية، المنصات الأونلاين. كلمة platforms اكتبها يا صديقي وهايلايتر ومن كلمات اليونت اللي ممكن يجيبها لك في الامتحان. كلمة platforms اللي هي منصات التواصل الاجتماعي. كلمة platforms اكتب يا صديقي منصات التواصل الاجتماعي. كل الطلاب لازم يكون ليهم مدخل، لازم يكون ليهم access طبعا، مدخل لمنصات التواصل الاجتماعي. يبقى access مدخل، equitable access يعني مدخل عادل. Doctors organized الدكاترة الجملة دي مهمة 17 نظموا a free A to detect. قلنا detect اللي هو يكشف الأمراض مبكرا، للكشف عن الأمراض. طب الدكاترة نظموا إيه؟ قلنا يا مستر فحص طبي screening. اوعى تنساها، اوعى تنساها كلمة screening اللي هو فحص طبي. كلمة screening اللي هو فحص طبي للكشف المبكر عن الأمراض. His blood طبعا يا مستر إيه كان damage the heart ضغط الدم blood pressure. جملة سهلة. قلنا الدايابيتيز مرض السكر يا صديقي وبلاد بريشر والضغط من الكرونيك ديسيزز من الأمراض المزمنة. The device includes خلي بالك الجهاز ده بيشمل a 2-year A for all buyers لكل العملاء. طبعا ضمان سنتين. كلمة طبعا يا صديقي ضمان اسمها أكيد مش infrastructure. infrastructure يعني بنية تحتية. كلمة يا صديقي استراتيجي استراتيجية أو نهج أو أسلوب. كلمة screening اللي هو فحص طبي. طبعا يا مستر هنا ضمان يبقى guarantee. طبعا guarantee يعني ضمان لمدة سنتين. The school started المدرسة بدأت a new A to reduce plastic use. طبعا مبادرة إنها تقلل استخدامات الحاجات البلاستيك. طبعا يا مستر مبادرة اسمها يا صديقي initiative. طبعا يا صديقي كلمة initiative مبادرة. طبعا كلمة initiative يبقى مبادرة. Children are given الأولاد أعطوا هنا الجملة passive. أعطوا إيه to protect them from infections. هي infections يعني العدوى. الأولاد خدوا إيه والطلاب خدوا إيه عشان يحميهم من العدوى؟ طبعا مصل أو تطعيم يبقى vaccination. قلت يا صديقي كلمة vaccination اللي هو التطعيم أو المصل. خلي بالك يا صديقي كلمة vaccination اللي هو يا مستر التطعيم أو المصل. طبعا guarantee الضمان. infrastructure اللي هي البنية التحتية. screen طبعا شاشة. أما لو قلت يا صديقي screening اللي هو الفحص الطبي. الفحص الطبي. كده يا مستر اتكلمنا بشكل جميل على الفوكاب بتاع يونت 3 وطبقنا عليه وشفنا أفكاره. تعالى مباشرة ندخل على الفوكاب بتاع يونت 4 بحركاته بتركاته بحاجاته. تعالى بقى دلوقتي يا صديقي نبدأ جزء الفوكاب بتاع يونت 4. كانت بتتكلم على الناتشورال. خلي بالك ديزاسترز الكوارث الطبيعية وازاي تستعد لها وازاي في حالات الامرجنسي الطوارئ تبقى مستعد. وخلي بالك قال لك اعمل emergency kit صندوق طوارئ حط فيه الحاجات اللي تحتاجها، حط فيه الدوكيومنتس، حط فيه اكل نون perishable غير قابل للتلف. تعال نشوف القصة دي. خلي بالك في الشيت بتاعك بيج 5
في الشيت بتاعك page 5. أول كلمة يا صديقي كلمة مهمة جدا ومتكررة، accuracy، دقة. accuracy الدقة. قلت يا صديقي بتساوي كلمة جميلة اسمها precision. كلمة accuracy اكتب معايا وفوق نفسك أرجوك. كلمة accuracy دقة بتساوي precision. الادجكتيف الصفة منها accurate. artificial اصطناعي، عشان كده دايما يقول لك artificial intelligence. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي اللي الاختصار بتاعه كده حرفين capital AI. يبقى ال AI artificial intelligence الذكاء الاصطناعي. atmospheric حاجة جوية، حلوة الكلمة دي ومهمة. belongings ممتلكات أو أغراض. كلمة ممتلكات يبقى بتساوي يا صديقي كلمة possessions. يبقى كلمة belongings ممتلكات بتساوي كلمة possessions. coastal حاجة ساحلية، أول ما يقولك حاجة تبع البحر يبقى coastal. community مجتمع. قلت الفرق بين كلمة community يا صديقي وكلمة society، قلت society أهي ده مجتمع كبير على بعضه، يقول لي the Egyptian society ده مجتمع كبير. أما كلمة community مجتمع صغير محدود. يبقى كلمة society مجتمع كبير متكامل، كلمة community مجتمع صغير محدود. contact يتواصل، وcontacts اللي هم الأشخاص المقربين منك، عشان كده دايما يقول لك في حالات الطوارئ خليك عندك ليست بالcontacts بالمعارف أو الناس القريبين منك. container صندوق. deadlier أكثر فتكا، حاجة يا مستر بتأثر عليك، الكلمة دي مهمة. defense دفاعات. كلمة disaster كارثة، لما قال لي يا مستر natural disasters الكوارث الطبيعية. natural disasters الكوارث الطبيعية. اوعى تنسى يا جماعة الكلمة دي، كلمة disaster لو جات لي في الجمل فهو يا صديقي بتاعت الخمس اختيارات وقال لك عايز كلمتين معناهم مصايب أو كوارث، الأولى هي catastrophes. كلمة catastrophe كارثة، اكتب الكلمتين دول لو سمحت. catastrophes كارثة، أو calamity calamities كوارث. اكتب الكلمتين دول بالله عليك. تاني أول ما يقول لي كلمة disaster خلي بالك كوارث عايز 2 سينونيم ليها، معنيين ليها. disasters كوارث، catastrophes أو calamities. catastrophes أو calamities كوارث. قلنا في حالة الكوارث لو فاكر يا صديقي قال لي الامرجنسي كات صندوق الطوارئ، حط فيه ايه؟ حط فيها مستر documents الوثائق المستندات المهمة، عقد إيجار، دفتر شيكات، حاجات يا مستر الذهب، الحاجات اللي ممكن ما تلاقيهاش تاني. كلمة drill مهمة قوي اللي هي مستر تدريب، كيفية التصرف. ساعات يقول لك emergency drill ازاي؟ حالة تدريب على الطوارئ fire drill يعملوا تدريب كده ازاي تتعامل مع الحرائق. يبقى كلمة drill تدريب على شيء، ان يدربك ازاي تتصرف في الحالة ديت، سواء emergency drill حالة تدريب في حالة الطوارئ، سواء fire drill ازاي تتدرب في حالة الحريق، خلي بالك منها. earthquake زلزال، والكلمة دي خطيرة. earthquake prone معرض للزلازل. earthquake prone معرض للزلازل، اي حاجه فيها prone يعني معرض ليه. يعني لما اقول لك على فكره fire prone معرض للحرايق، flood prone معرض للفيضانات، كلمه مهمه. emergency حاله الطوارئ، خلي بالك قوي من الكلمتين دول. الاولى evacuation اخلاء، فضي المكان. لما بيدينا warnings تحذيرات في زلازل في storms، خلي بالك فضي المكان. evacuation اللي هو عملية الإخلاء، بيفضي المكان. قلنا ممكن يا مستر زي removal أو clearing، اوعى تنساها.
يبقى كلمة evacuation عملية الإخلاء، إنه يفضي المكان، زي removal أو clearing. forecasting التنبؤات الجوية، قلنا weather forecasting أو weather prediction التنبؤات الجوية، كلمتين في غاية الأهمية هقولهم تاني. evacuation عملية الإخلاء، إني بفضي المكان. كلمة forecasting أو weather forecasting التنبؤات الجوية. formal رسمي، عكسها طبعا informal. frequency تكرار. frightening مخيف. heading عنوان. خلي بالك بالكلمتين دول لو سمحت، بالكلمات المهمة very important كده. أولا humidity الرطوبة اللي بتزود درجة الحرارة. يقول لك عم الواحد بيعرق النهاردة قوي، الجو صعب قوي، عشان نسبة الهيوميديتي الرطوبة عالية جدا النهاردة. يبقى كلمة humidity الرطوبة. خلي بالك كلمة hurricane إعصار، يبقى كلمة humidity الرطوبة، كلمة hurricane اللي هو الإعصار. خلي بالك منها بالله عليك. طيب يلا يا صديقي، كلمة intensity جاية في الامتحان يا أنا بحذرك، كلمة intensity جاية في الامتحان، قوة أو شدة. يقول لك the intensity of the earthquake، قوة الزلزال، شدة الزلزال. احنا قلنا يا جماعة الميتيولوجيستس علماء أو خبراء الأرصاد الجوية بيقدروا يتنبأوا بعاصفة، بمطر، بالجو عامل ازاي. بس لحد دلوقتي للأسف موضوع الإيرثكويكس الزلازل unpredictable، لا يمكن التنبؤ بيه. محدش يعرف الزلزال ده هيحصل امتى. يبقى intensity قوة أو شدة. كات صندوق، حقيبة عدة. لما يقول لي emergency كات، صندوق الطوارئ اللي بتحط فيه الحاجات المهمة. طيب خلي بالك يا صديقي، lack نقص أو قلة أو يفتقر ليه. خلي بالك كلمة lack تيجي verb وبتيجي كمان noun. لو جت noun نقص أو قلة بتساوي shortage. لو كلمة lack ركز يا صديقي، جت يا صديقي noun بمعنى نقص أو قلة زي shortage. landsliders مهمة جدا. landslide يعني ايه landslides؟ انهيارات أرضية. الكلمة دي جاية لك في الامتحان يا صديقي. meteorologist خبراء الأرصاد الجوية. يبقى landslides انهيارات أرضية، meteorologist اللي بيتنبأ بالweather forecasting، اوعى تنساها. meteorologists هي comprehensive، خلي بالك هي sustainable، هي unperishable، هي مستر. الكلمات دي هتجيلك في الامتحان، ركز يا صديقي. meteorologist خبراء الأرصاد الجوية. monitor يراقب أو يتتبع، يتعقب، يراقب أو يتتبع أو يتعقب. وقلت يا مستر مونيتور زي track. يبقى كلمة مونيتور يراقب أو يتتبع أو يتعقب زي كلمة track. non-local غير محلي. خلي بالك الكلمة هي non-perishable غير قابل للتلف. عرفت لا قدر الله هيحصل إعصار، هيحصل زلزال، خد بعض المأكولات اللي non-perishable اللي غير قابلة للتلف اللي بتبص منك. خد معلبات، خد حاجات يا مستر غير قابلة للتلف non-perishable من الكلمات المهمة وممكن تلاقيها في الامتحان يا صديقي. observe يلاحظ. اوكي مهمة قلت يا مستر يحدث، زي يا صديقي زي كلمة happen أو take place. خلي بالك منهم أرجوك. يبقى كلمة اوكي يحدث زي كلمة happen زي كلمة take place. particular معين خاص. طب أنا هختار عمر بالأخص، عايز بالأخص بحط قبلها in، يبقى in particular بالأخص. يبقى كلمة particular خاص أو معين أحط قبلها in particular يعني بالأخص. خلي بالك منها. patterns أنماط. perishable قلنا قابل للتلف non-perishable، الكلمة دي مهمة، الكلمة دي very important. كلمة pose يشكل، لما أقول لك pose threats بيشكل تهديدات. pose danger
بيمثل أو بيشكل خطر، يبقى كلمة pose يمثل أو يشكل. كلمة pose خلي بالك يا صديقي يمثل أو يشكل. powerful قوي. prediction اوعى تنسى تنبؤ أو توقع وبيجي قبلها فعل make مش do، يبقى يعمل تنبؤ make a prediction، يعمل تنبؤ make a prediction. preparation إعداد أو تحضير. خلي بالك من الكلمة دي أو يا صديقي، خلي بالك لوجه الله. preparedness يعني إيه preparedness؟ يعني الاستعداد، التأهب. زي يا صديقي readiness. مهمة جدا، مهمة حمادة، مهمة حمادة. يلا يا سوسو. كلمة preparedness readiness الاستعداد أو التأهب. إزاي تستعد للزلزال؟ إزاي تستعد يا صديقي للناتشرال disasters، للكوارث الطبيعية؟ يبقى preparedness أو readiness التأهب أو الاستعداد، التأهب أو الاستعداد. طيب pressure الضغط. purpose غرض. quake قلت اهتزاز أو يا مستر هزة بقوة. خلي بالك. rudder system قلنا يا مستر أنظمة الرادار. preparedness أهي يا صديقي. highlighter يا سوسو فوق. preparedness readiness استعداد أو تأهب، الكلمتين زي بعض، كلمتين مهمين قوي. preparedness readiness الاستعداد أو التأهب. satellites أقمار صناعية. اوعى تنسى الكلمة دي. seismic. seismic حاجة تبع earthquakes، حاجة تبع الزلازل. حد فاكر إيه اللي بيسبب الزلازل؟ قلنا اللي بيسبب الزلازل إن طبقات الأرض الكبيرة دي بتتحرك. اسمها إيه؟ اسمها يا صديقي tectonic plates الصفائح التكتونية. مهمة قوي، مهمة قوي. يونت 4 أقوى كتير من 3 في الفوكاب، خلي بالك. يبقى seismic حاجة تبع الزلازل، أدي كلمة. كلمة strike يضرب يهاجم. لما earthquakes strike لما الزلازل بتضرب قلنا strike أو hit. قلنا tectonic plates الصفائح التكتونية اللي الحركة بتاعتها الموفمنت بتاعتها الحركة بتاعت طبقات الأرض بتاعت التكتونيك بلايتس بتاعت الصفائح التكتونية بتسبب الارثكويكس، بتسبب الزلازل. اوعى تنساها يا صديقي. نقول تاني الثلاث كلمات اللي أجمل من بعض. تاني seismic حاجة related to earthquakes، حاجة متعلقة بالزلازل. قلت strike أو hit يضرب. قلت tectonic plates يعني يا مستر صفائح تكتونية. ايه دي يا مستر؟ اللي هي طبقات الأرض اللي الموفمنت اللي الحركة بتاعتها لما بتتحرك بتسبب ايه؟ بتسبب ده يا صديقي earthquakes. trapped محاصر أو عالق. trapped محاصر أو عالق. trigger يسبب أو يطلق. تسونامي اللي هو طبعا طوفان، ربنا يعافي الكل. طوفان تسونامي اوعى تنساها. طيب كم كلمة كده لزاز قوي. unfortunately مهمة جدا 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 لسوء الحظ. unfortunately لسوء الحظ. اوعى تنسى كلمة ومتكررة. خلي بالك جاية مرتين هنا. unpredictable مهمة قوي. لا يمكن التنبؤ به. earthquakes لحد النهاردة للأسف unpredictable لا يمكن التنبؤ بها. earthquakes ما زالت يا صديقي unpredictable لا يمكن التنبؤ به. يبقى unpredictable لا يمكن التنبؤ به. waterproof ضد المية، مقاوم للمية. waterproof ضد المية أو مقاوم للمية. كلمة wild fires حرائق هائلة أو حرائق الغابات. wild fires حرائق هائلة أو حرائق الغابات. خلي بالك بالكم كلمة دول بالله عليك، فوق نفسك كده أرجوك. مطالب جدا يا صديقي تقرأ البريبوزيشنز، تقرأ شوية الاكسبريشنز زي مثلا. خلي بالك هو اديني بقول لك الثلاث حاجات دول هيجي لك منهم واحدة في الامتحان. ايه ده؟ اللي هو كان العنوان A call for adaptation
دعوة للتكيف، نداء للتكيف. ازاي تتكيف؟ تتأقلم مع الناتشورال ديزاسترز، مع الكوارث الطبيعية. in particular، بالأخص، على وجه الخصوص. جامدة قوي دي، جامدة جامد. before it's too late، قبل ما تبقى الحاجة متأخرة، يعني قبل فوات الأوان. before it's too late، before it's too late، قبل فوات الأوان. اوعى تنساها أرجوك. اقرا يا شباب البريبوزيشنز كويس. اقرا كمان يا صديقي، خلي بالك الجزء بتاع السينونيم والانتونيم مهم جدا الكلام دوت. تعالى كده يا صديقي نطبق بعض الافكار على الجزء ده، ونشوف كده يا صديقي اخبارك ايه في جزء الفوكب. بعد اذن حضرتك حضر لي كده بيج 6. تعالى نطبق كام جمله ونشوف نسبه استيعابك معانا ايه. اول جمله بيقول لي the of the earthquake، يا ترى ايه بتاع الزلزال؟ made buildings، خلى المباني تهتز. shake violently، violently يعني بعنف. طبعا قوة الزلزال، شدة الزلزال اسمها intensity. طبعا كلمة intensity يعني قوة أو شدة. كلمة intensity يعني قوة أو شدة. قوة أكيد مش دقة، أكيد مش warning تحذير. يبقى قوة وشدة الزلزال خلت البيوت تهتز بقوة وبعنف جامد. طيب good disaster إيه يا مستر؟ help countries بتساعد الدول. على فكرة respond faster، respond يعني يستجيب، تستجيب بسرعة أثناء الإمرجنسيز الطوارئ. يا ترى الجود وارنينج التحذير الجيد، الاستعداد الجيد. مهم قوي يا جماعة، الجملة دي مهمة، الجملة دي مهمة. طبعا preparedness، preparedness قلنا الاستعداد أو التأهب. الاستعداد أو التأهب زي يا صديقي readiness. يبقى preparedness زي readiness، الاستعداد الجيد للكوارث. بيساعد الدول انها تستجيب بسرعه للامرجنسيز، للطوارئ. طبعا كلمه track زي monitor يتعقب او يتتبع. كلمه humidity اللي هي طبعا الرطوبه. طيب كمل معايا كده يا صديقي. بيقول لي the coach clear ايه يا مستر؟ prevented خلي بالك. The coach clear ايه يا مستر؟ prevented the team from repeating the same error. طبعا تحذيره، خلي بالك الواضح خلاهم، اللي هم منعهم اللي هم يكرروا نفس الخطأ، يبقى warning مش استعداد الكوتش. طبعا the high air in the air made everyone feel uncomfortable. طبعا الرطوبة العالية يبقى humidity. طبعا humidity الرطوبة. طيب يلا يا صديقي number 5. Without proper is a meeting will not run smoothly. من غير تحضير كويس الاجتماع مش هيمشي مظبوط. Without proper preparation، طبعا preparation يعني تجهيز. Number 6. The of the storm tells us how strong is it. طبعا قوة العاصفة اللي بتقول لي قوتها قد ايه. طبعا intensity. طبعا meteorologists علماء او خبراء الارصاد الجوية. waterproof اللي هو ضد المية. drills اللي هي محاولات التدريب. بعد كده scientists must a pollution to understand its effects on earth. يا ترى يا مستر العلماء لازم ايه التلوث عشان يفهموا الآثار بتاعته على الصحة؟ لازم طبعا يا مستر اللي هم يتعقبوا. مستر يمشي مع التلوث حتة حتة، يبقى مونيتور يتتبع أو يتعقب. أكيد مش بريبير يجهز، أكيد مش دريل عملية تدريب، ولا فوركاست يتنبأ. طيب بعد كده يا صديقي خش لي على نمبر 8. experts use الخبراء. كلمة experts الخبراء مالهم يا صديقي؟ use modern tools بيستخدموا أدوات حديثة to إيه يا مستر؟ hurricanes. hurricanes يعني الإعصار. before they reach land عشان يتتبعوا يتعقبوا الإعصار، يبقى track. طيب
A sealed bag prevents water from your important papers. طبعا يا مستر sealed bag يعني انت معاك كده يا مستر شنطة، خلي بالك لففها كويس، والحاجة دي يا مستر زي ضد المية. يا ترى يا مستر هتمنع المية ان هي your important papers اللي هي تدمر الورق المهم يبقى damaging. Powerful earthquakes طبعا الجملة مهمة، الجملة اللي من جوه الريدنج بتاع كتاب المدرسة very important كده. number 10 powerful earthquakes الزلازل القوية بتحصل لما الصفائح أول ما يقول لي plates tectonic. طبعا tectonic plates اللي هي الصفائح التكتونية. tectonic plates الصفائح التكتونية. طبعا يا صديقي الحركة بتاعة التكتونيك plates الصفائح التكتونية الحركة بتاعتها هي اللي بتسبب الزلازل. Weather experts خبراء الطقس study and predict بيدرسوا وبيتنبأوا patterns طبعا النماذج والأنماط بتاعت الطقس weather patterns. School often arrange المدارس دايما بتنظم to prepare students for emergencies. طبعا عشان مهمة الجملة دي عشان تجهز الطلبة. جملة مهمة number 12 عشان تجهز الطلبة لحالات الطوارئ بتعمل لهم محاولات تدريب. طرق التدريب والتكيف مع الطوارئ drills. طبعا drills اللي هي تدريب أو طرق التكيف. تدريب أو طرق التكيف. are responsible for providing weather updates. مين يا مستر اللي بيدونا تحديثات للطقس وهيحصل كذا وممكن تتنبأ كذا؟ خبراء الأرصاد الجوية. طبعا يا صديقي meteorologists. قلنا meteorologists اللي هم خبراء الأرصاد الجوية. meteorologists اللي هم خبراء الأرصاد الجوية. طيب ياجورت الزبادي الميت واللحمة are items that must be kept cold. طبعا من الحاجات اللي قابلة للتلف اللي ممكن تبوظ فخليها ساقعة وحطها في التلاجة. طبعا قابلة للتلف perishable مهم قوي. كلمة perishable طبعا يا مستر قابل للتلف. كلمة perishable قابل للتلف خلي بالك منها أرجوك. طيب نكمل كده يا صديقي كم جملة كمان عشان أحس إن أنا اطمنت. خشي لي على نمبر 15 emergency إيه يا مستر are stored to help people during disasters. طبعا يا مستر اللي هي يا ترى إيه يا مستر بتاع الطوارئ اللي بتخزن عشان تساعد الناس أثناء الكوارث. يا ترى intensity قوة الطوارئ تخزن؟ لا. يا ترى drills محاولات التدريب أو التكيف؟ لا. documents الوثائق بتخزن؟ لا. طبعا supplies الإمدادات اللي هو الأكل والشرب وغيره وغيره. الإمدادات حاجات اللي تساعدك مية أكل خلي بالك أثناء حالات الطوارئ. storms can be dangerous العواصف ممكن تبقى خطر لأن هم fast and وللأسف لا يمكن التنبؤ بيها. طبعا يا صديقي اسمها unpredictable. اوعى تنسى يا صديقي لا يمكن التنبؤ بيه. يبقى الايرثكويكس والستورمز الزلازل والعواصف الاثنين unpredictable لا يمكن التنبؤ بيه. important A should be kept in a safe place. الوثائق والمستندات المهمة لازم تحطها في مكان آمن. طبعا important documents. طبعا documents يعني وثائق أو مستندات. يبقى الدوكيومنتس اللي هي الوثائق أو المستندات. The new policy السياسة الجديدة will face several challenges تحديات كتيرة for companies. السياسة الجديدة طبعا يا مستر بتمثل تحدي أكيد مش هتنبأ ولا supply تمد طبعا أو تدعم ولا drill يبقى pose بتشكل تحديات عديدة for companies. قلنا pose يعني يمثل أو يشكل. كلمة pose يعني يمثل أو يشكل. 19 families should store a food for long term use. يا ترى العائلات لازم يخزنوا أكل للحالات الطويلة قابل للتلف ولا غير قابل؟ غير قابل طبعا. يبقى non-perishable
non-perishable يعني غير قابل للتلف. يبقى non-perishable غير قابل للتلف. She showed هي ورتنا a improvement in math this semester. السنة دي حققت إنجاز وتحسن ملحوظ واضح جدا. طبعا يا مستر يبقى remarkable. طبعا remarkable يعني تحسن ملحوظ، تحسن هائل، تحسن بارز. خلي بالك 21 earthquakes اوكي. خلي بالك طبعا يا مستر المعلومة العلمية الزلازل بتحدث لما ايه يا مستر بيتحركوا تحت الارض الصفائح التكتونية طبعا tectonic plates اللي الحركة بتاعتها بتسبب الزلازل. الجملة الأخيرة اللي هنحلها في الفوكاب بتاع يونت 4 scientists check the of their data before publishing it. طبعا العلماء بيفحصوا الدقة بتاعة الداتا بتاعتهم، الدقة بتاعة البيانات بتاعتهم. يبقى the accuracy. طبعا accuracy قلنا يا صديقي اللي هي الدقة، وقلت يا عسلية بتساوي كلمة precision. اوعى تنساها أرجوك. كده يا صديقي يبقى احنا لخصنا واتكلمنا على اهم الفوكاب prepositions synonym antonym ليونتس 3 و4، واتكلمنا كمان يا صديقي على بعض الافكار والجمل اللي ممكن كمان تجيلك في الامتحان. خلي بالك هتلاقي الشيت ايضا في الديسكريبشن بتاع الفيديو ايضا خاص بالموديل انسر بتاع الشيت ده بالكامل. استعد بقى يا صديقي لجزء الجرامر. اجمد كده stretch your body، فوق نفسك واشتغل على نفسك أرجوك. يلا بقى يا صديقي نبدأ جزء الجرامر بتاع يونت 3 ويونت 4. نراجع عليهم كده ونفتكر الأفكار بتاعتنا. زي ما قلت لحضراتكم إن هيبقى فيه بعض السلايدز هتلاقيها برضو PDF في الديسكريبشن بتاع الفيديو خاص بالجرامر بتاع يونت 3 ويونت 4. يونت 3 يا صديقي الجرامر بتاعها كان بيتكلم على الادجكتيف والادفيرب، الصفة والحال. قلنا لو لقيت كلمة زي دي مثلا bad دي adjective صفة. لو عايز الادفيرب قلت يا صديقي بحط لها الواي زي badly. طب دي adjective ودي adverb، دي صفة ودي حال، ودايما الادفيرب يا صديقي بيبقى اخره الواي. قلنا بس خلي بالك برضو ان كلمة good الادفيرب منها كلمة اسمها well. طب انا عارف ان دي adjective ودي adverb او دي adjective ودي adverb، بس انا مش عارف امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. قلت يا صديقي لما يقول لي امتى الادجكتيف وامتى الادفيرب قلت لك ان الادجكتيف بتيجي بعد verb to be. am is are was aware بعديها adjective او قبل النون. يبقى الادجكتيف اكتب معايا اهم كلمه في درس الجرامر دوت. يبقى الادجكتيف الصفه بتيجي بعد verb to be am is are was were او قبل النون. طب الادفيرب الحال بعد اي فعل عادي غير verb to be، بعد اي فعل عادي غير verb to be، وقبل الادجكتيف وفي بدايه الجمله. تاني امتى استخدم الادجكتيف وامتى الادفيرب؟ الادجكتيف الصفه والادفيرب الحال. قلنا الادجكتيف بعد verb to be قبل النون. طب الادفيرب بعد اي فعل عادي غير verb to be او قبل الادجكتيف قبل الصفه او يا صديقي في بدايه الجمله. عشان كده كانوا بيقولوا لنا قبل الاسماء صفات بعد الافعال احوال. يعني قبل الاسم يجي adjective بعد الفعل يجي adverb، بس كان في بعض الاستثناءات اللي في غايه الاهميه. يعني مثلا يا مستر لما يقول لي I think that ياسين feels، المفروض ان feel ده فعل عادي مش verb to be، المفروض اللي بعديه adverb لا adjective. ايه ده؟ فعل feel بعديه adjective صفة. طب ليه؟ هقول لك دلوقتي. لما يقول لي the food tastes الجملة دي بتيجي كتير. كلمة taste يعني طعمه مذاقه. هل nice ولا nicely؟ الفعل العادي غير verb to be am is are was aware بعديها adjective، بس المفروض الفعل العادي غير verb to be بعديه adverb، بس هنا برضو صفة، هنا adjective. اكتب المعلومة دي لأن ال stative verbs الأفعال دي كلها بعدها adjective بعدها صفة. تاني كل الأفعال دي بعدها adjective سواء فعل be اللي هو verb to be
سواء فعل look اللي هو يبدو، خلي بالك هنا معناها يبدو، سواء فعل sound برضو يبدو، verb feel برضو بعدها adjective صفة، قلت happy مش happily، فعل taste appear become get stay smell، كل الأفعال دي يا صديقي بعدها adjective مش adverb. اكتب بالله عليك نقول مرة كمان كلمة أو verb to be. verb look اللي هو يبدو، sound برضو يبدو، feel taste appear become get stay smell، كل الأفعال دي stative verbs بيجي بعدها adjective. خلي بالك من الفعل ده اللي ليه حالتين. كلمة يا شباب look بتيجي بمعنى يبدو أو ينظر. لو جاية بمعنى يبدو بعدها adjective صفة. لو جاية بمعنى يبدو بعدها adjective صفة. لو جاية بمعنى ينظر لا يا صديقي بعدها adverb حال. اوعى تنسى الحتة دي. نقولها مرة كمان. كلمة look ليها حالتين. لو جاية بمعنى يبدو تبقى تبع stative verbs يبقى بعدها adjective. He looks angry. طب لو جاية بمعنى ينظر he looked at me angrily يبقى adverb حال واي. يبقى أول معلومة عرفناها في الدرس الجميل ده إن ال stative verbs الأفعال دي يا صديقي زي be verb to be، زي look أو sound بمعنى يبدو، زي كلمة feel taste appear اللي هو يظهر، become get stay smell. ال stative verbs بعدها يا صديقي adjective بعدها صفة. بعدها يا صديقي adjective صفة. اوعى تنسى الحالة الاستثنائية. قلنا ان كلمة look لو جاية بمعنى يبدو بعدها adjective صفة. اما لو جاية بمعنى ينظر يبقى بعدها adverb حال. خلي بالك منها ارجوك. طيب معلومة تانية تبع الadjective والadverb. لم الافكار بتاعتك كده بالله عليك. طيب I didn't buy useful anything ولا anything useful، هي دي noun اسم. المفروض الادجكتيف بعدها قبلها، لا هنا بعدها. الكلمات ديت anything everything everyone everybody nothing nobody، كل الكلمات دي بتيجي الصفة بعدها مش قبلها. تاني كل الكلمات دي يا صديقي anything everything anyone خلي بالك nothing nobody somebody، كل الكلمات دي خلي بالك تأتي بعدها الصفة مش قبلها. عشان كده ما قلتش useful anything، لا الادجكتيف اهي سوسو، الادجكتيف اللي هي useful جت بعدها مش قبلها. يبقى كل الكلمات دي يا صديقي بالله عليك فوق. يبقى كل الكلمات دي الادجكتيف بتيجي بعدها مش قبلها. كل الاسماء ديت الطبيعي اللي انت لما تلاقي نون المفروض الصفة قبل الاسم مع كل الاسماء، ولكن الاسماء دي الصفة بعدها مش قبلها. الاسماء دي كل الشرح ده هتلاقيه في الPDF بتاع السلايدز دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو، واعمل سبسكرايب اول باول. طيب يبقى كل الاسماء دي الادجكتيف الصفة بعدها مش قبلها. يبقى كل الاسماء دي يا صديقي الادجكتيف الصفة بعدها مش قبلها. طيب I think that he steers دموعه out of idiocy. هي duty دي noun اسم، قبل النون adjective. قال لي يا مستر الادجكتيف اسمها fatherly. واحد يقول لك ازاي يا مستر ال واي وادجكتيف؟ قلت لك يا صديقي ان في كلمات اخرها ال واي وتعتبر adjective زي اي حاجه تبع العيله fatherly. خلي بالك من الكلمات المهمه في الجدول ده، زي الكلمه دي friendly، زي كلمه brotherly، زي كلمه lonely وحيد، زي كلمه motherly، زي كلمه silly، زي كلمه ugly. كل الكلمات دي اخرها ال واي بس تعتبر adjective صفه، حالات استثنائيه ونحفظها كويس. تاني الاسماء ديت الكلمات ديت هي اخرها ال واي، بس بالرغم يا صديقي اللي انا متعود عليه واللي انا دايما بقوله واللي انا دايما حافظه ان لما بلاقي ال واي تبقى adverb حال. لا يا صديقي الجدول ده الكلمات ديت اخرها ال واي ولكنها لا تعتبر adverb.
كلها تعتبر adjective. عشان كده هنا حتى لما لقيت duty يعني واجب، عايز يقول لي واجب أبوي، عايز قبلها adjective، اخترت fatherly. واحد يقول لك يا مستر دي آخرها ال y، ما أنا قلت يا صديقي إن كل الكلمات دي fatherly، brotherly، motherly، sisterly، friendly، lonely، ugly، silly، كل الكلمات دي يا صديقي آخرها ال y ولكنها ولكنها يا مستر adjective، صفة مش adverb. ولكنها يا صديقي adjective مش adverb. عشان كده يا مستر قلت له friendly duty. طب ايه رأيك يا صديقي لو ادالي اي كلمة من دول هي اخرها ال واي، يا رب تجيب مجموع كبير كده وترد عليا. هي الكلمات دي يا صديقي adjective ولا adverb؟ رد على، هي adjective صفة. طب لو عايز منها الادفيرب كلمة اخرها ال واي وعايز منها الادفيرب الحال، مستر زي ما اقول لك I think عمر is friendly، هي دي adjective، اعمل ايه؟ ده الحال. الكلمات اللي اخرها ال واي الادجكتيف الصفه، لو عايز تخليها adverb لازم اقول كده in a friendly way او in a friendly manner. عشان تجيب الصفه اللي اخرها ال واي تحولها لادفيرب الصيغه دي in a way in a manner. fatherly دي adjective، بص عليها بص عليها، ادي كلمه fatherly هي دي يا مستر adjective صفه، عايز احولها لادفيرب. فاكر يا صديقي؟ هحط قبلها in a fatherly way او in a fatherly manner. كل دي كده على بعض، كل دي كده يا صديقي in a fatherly way in a fatherly manner. التركيبة دي كلها على بعض كده adverb حال. يبقى آخر مرة بعض الكلمات فوق يا صديقي آخرها ال y زي fatherly، motherly، brotherly، friendly، silly، ugly، هي آخرها ال y ولكنها تعتبر adjective صفة، عايز منها الادفيرب الحال منها لازم الصيغة دي، لازم اقول له in a الكلمة way او manner، in a fatherly way in a fatherly manner in an ugly way in an ugly manner. يبقى التركيبة دي اللكشة دي على بعضها كده تعتبر يا صديقي adverb حال، تعتبر يا صديقي adverb حال، خلي بالك منها أرجوك. طيب يلا يا صديقي فوق كده، اوعى تنسى ان الكلمات دي adjective وadverb الاثنين. مستر كلمة كم كلمة دول يا جماعة مهمين قوي. كلمة fast adjective وadverb الاثنين صفة وحال. كلمة hard adjective وadverb. كلمة early adjective وadverb. كلمة late adjective وadverb. كلمة low adjective وadverb. يبقى كل الكلمات دي معاهم طبعا enough، معاهم high، معاهم right، معاهم wrong، near، خلي بالك daily، weekly، straight، yearly. كل الكلمات دي يا صديقي adjective وadverb الاتنين يا صديقي، كل الكلمات دي عسلية adjective وadverb. يجي واحد يقول لك طب يا مستر ما انا عندي كلمة hardly، طب انت بتقول لي ان كلمة hard adjective وadverb، طب ما انا عندي يا مستر كلمة hardly فعلا هي adverb بس ليها معنى تاني خالص. هي hard معناها بجدية بشدية. مستر صعب، اقول لك the exam was hard. I studied hard، ذاكرت بجدية تحكم شديد. اما كلمة hardly بالكاد بالعافية، اقول لك I could hardly hear you، بكلمك في التليفون ومش سامعك. الو مفيش شبكه، انا سامعك يا دوبك بالعافيه. يبقى المعنى يختلف. كلمه هورد بجديه ناشف شديد، اما كلمه هوردلي بالكد او بالعافيه زي دي. زي كلمه late، هي late adjective وadverb معناها متاخر، جه متاخر في الوقت. I arrived late، طب لو قلتها يا مستر lately، لا يا صديقي كلمة lately هي دي يا مستر معناها مؤخرا، دي متأخر في الوقت.
أما كلمة lately أقول لك مؤخرا مصر اكتشفت كذا 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 كذا. طيب يبقى كل الكلمات دي يا صديقي آخر مرة. كلمة fast، كلمة hard، كلمة early، كلمة late، كلمة low، enough، high، right، wrong، near، daily، weekly. كل الكلمات دي يا رب ترد عليا، يا رب تجيب مجموع كبير. adjective ولا adverb؟ الاتنين يا صديقي. adjective و adverb، ولو حطيت ly على بعض الكلمات منها بيتغير المعنى. زي كلمة hardly بالكاد بالعافية، زي كلمة lately مؤخرا. خلي بالك منها أرجوك. طيب فكرة كمان يا صديقي، اوعى تنسى لما يقول لي football is an a game، بيقول لي بنلعبها بره البيت. هي اندور جوه البيت واوت دور بره البيت. طب هنا يا مستر الكرة بره البيت يبقى لا اما اوت دور لا اما اوت دورز. طب انا يا مستر هنا حسب الحصة والفيديو والدرس بتاعنا، ركز في المراجعة دي أرجوك وفوق. هي كلمة جيم ناون اسم. الطبيعي يا صديقي اللي أنا قبل الناون عايز adjective صفة. طب يا ترى يا مستر الادجكتيف ما انا بقالي اوت دور واوت دورز، اللي ما فيهاش اس adjective صفة، واللي فيها اس adverb حال. يعني هنا تبقى اوت دور. طب بص دي we play football، لو لقيت فعل عادي غير verb to be عايز بعديه adverb حال، يبقى الأولى عايز adjective والتانية عايز adverb، يبقى الأولى أو الدور والتانية أو الدورز. أتاري يا مستر ركز قوي في الحتة دي، هايلايتر خلي بالك منها. أتاري اللي ما فيهاش اس سواء indoor أو outdoor adjective صفة. طبعا ده جوه البيت وده بره البيت. أما يا صديقي اللي فيها اس سواء يا صديقي indoors أو outdoors adverb. اكتب الحتة دي لو سمحت، اكتب الحتة دي لو سمحتي. نقول تاني، اللي ما فيهاش اس سواء indoor أو outdoor من غير اس adjective صفة، عشان كده اخترتها هنا وقلت outdoor game. أما يا صديقي اللي فيها اس سواء indoors أو outdoors لا يا صديقي، اللي فيها اس adverb. عشان كده لما عوزت في الجزء الأول اختار adjective قلت outdoor. لما عوزت في الجزء الثاني اختار adverb حطيت اللي فيها اس سواء indoors او outdoors. خلي بالك منها لو سمحت. طيب فكرة كمان يا صديقي في غاية الأهمية. قلنا ان الصفات الحتة دي مهمة قوي قوي. نوعين، في الاوردينري وفي الاكستريم. في الصفة العادية في الصفة القوية. دي أمثلة للصفات العادية ودي أمثلة للصفات القوية. صفة عادية صفة قوية هنقراهم عشان بعدها هتعرف إن في كلمات بتيجي مع الاوردينري مع الصفة العادية، وفي كلمات بتيجي مع القوي. لما قلنا القوي بيجي معاه قوي زيه، هنشوفها دلوقتي. تعال الأول نبص كده بصة سريعة على موضوع الادجكتيفز، الصفات العادية والصفات القوية. يعني مثلا big صفة عادية، القوي منها enormous أو huge. دايما لما بيجي لك في الامتحان لازم تحدد يا ترى الادجكتيف ديت الصفة ديت هل هي ordinary عادية ولا extreme. كلمة bad awful أو terrible الكلمة دي بتيجي كتير. very important. angry الاكستريم بتاعها furious في قمة الغضب. مهم أوي الكلمتين دول. كلمة surprised amazed clean spotless crowded مزدحم packed. كلمة بتيجي كتير جدا very important. كلمة hungry القوية منها الاكستريم adjective بتاعتها starving يعني بيموت من الجوع. كلمة interesting fascinating. كلمة clever تبقى brilliant مهمة جدا. أنا بلخص لك الدنيا أهو. عايز الصفة الاكستريم القوية من clever brilliant يعني ذكي جدا يعني بارع جدا. كلمة tired متكررة جدا متكررة جدا. ordinary صفة عادية، عايز منها يا صديقي الاكستريم. عايز السترونج adjective من tired اسمها exhausted مهمة جدا. طب كلمة frightened terrified. طب happy delighted cold freezing good excellent hot boiling
old ancient خلي بالك small مهمة. الاكستريم adjective منها تبقى tiny خلي بالك small tiny big enormous أو huge. الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. pretty جذاب جميل، البنت دي ما شاء الله عليها أمورة جذابة. يا ترى يا مستر الاكستريم بتاعها gorgeous. يعني ايه gorgeous؟ يعني رائعة أو فائق الجمال. يبقى أنا في الجدول ده عرفت بعض الادجectives الصفات في حاجة اسمها يا صديقي الاوردينري adjective الصفات العادية، وفي منها الاكستريم الصفة القوية. في الاوردينري العادية وفي منها الاكستريم الصفة القوية. طيب يا ترى لو جالي صفة لقيتها ordinary صفة عادية، الكلمات اللي ممكن استخدمها قبلها مهمة قوي. ويا ترى لو لقيت الصفة دي extreme أو strong صفة قوية شديدة، الكلمات اللي ممكن استخدمها قبلها. بص كده يا صديقي، بعد ما عرفت ان دول اسمهم ordinary ودول اسمهم extreme او strong adjectives، قال لي يا صديقي خلي بالك من حتة مهمة قوي. قال لي ايه؟ قال لي يا مستر لو لقيت الصفة ordinary adjective صفة عادية بيجي معاها الكلمات دي، يجي معاها very really rather quite extremely مع الصفة العادية. الاكستريم واحفظها كده دايما، القوي مع قوي زيه، القوي مع قوي زيه. يعني القوي اجيب معاه ايه؟ اجيب معاه really الوحيدة المتكررة في الاثنين. كل الكلمات دي وما تيجي نطبق دلوقتي هتلاقيهم كل الكلمات دي بتيجي مع الاكستريم adjective الصفة القوية لازم معاها حاجة قوية زيها. يعني بيجي مع القوي absolutely، كلمة completely، كلمة entirely، كلمة totally. يبقى الكلمات اللي فوق دي بتيجي مع الاوردينري adjective الصفة العادية، سواء very really rather quite extremely little. مهمة قوي واكتبها يا صديقي. أما الكلمات دي يا صديقي بتيجي مع الاكستريم adjective أو السترونج adjective الصفة القوية، والقوي مع قوي زيه زي really absolutely completely entirely totally. يبقى ده مع الاوردينري adjectives مع الصفة العادية، وده يا صديقي مع الاكستريم او سترونج adjective مع الصفة القوية. خلي بالك منها أرجوك، احفظهم كده أرجوك. الشيت بتاعك لو سمحت حضر لي كده يا صديقي page 3. page 3 تعال نطبق كده الكام جملة دول مع بعض. بيقول لي ايه يا مستر؟ she speaks، هنا لقيت English ده noun. طبعا يا مستر قبل الناون عايز adjective صفة، تبقى طبعا يا مستر يبقى fluent English حط تي. طب التانية she speaks English الفعل العادي بعديه adverb حال، الفعل العادي بعديه adverb حال، يبقى she speaks English very fluently. طب حلوة دي، he ran. فعل ran ده يا مستر خلي بالك فعل عادي مش verb to be، والفعل العادي مش verb to be بعديه adverb حال، يبقى quick ولا quickly؟ طبعا يا مستر quickly. The soup tastes، اوعى تنسى الجملة دي مهمة. The soup tastes كان طعمها، خلي بالك قلنا أفعال الشعور والحس الستيتيف verbs بيجي بعدها adjective. أفعال الشعور والحس الستيتيف verbs بعدها adjective، يبقى طبعا يا مستر delicious. delicious. طيب بيقول لي the team worked، حد فاكر اشتغل بجدية؟ ايوه كده ايوه كده hard. اوعى تنسى يا صديقي ان كلمة hard adjective و adverb الاتنين. طيب اما hardly بالكتب بالعافية المعنى اتغير. we didn't leave our house yesterday، ما سيبناش البيت as it was raining، كانت بتمطر. فعل عادي مش verb to be، الفعل العادي مش verb to be بيجي بعديه يا صديقي adverb حال، يبقى heavy ولا heavily؟ طبعا يا مستر عايز adverb يبقى heavily عشان عايز adverb حال. the film is، حلوة دي الجملة دي حلوة very important. number 7 the film is a hilarious. مستر هو لو طلع الكلمة دي هي دي adjective hilarious يعني مضحك، لو طلعت ordinary adjective صفة عادية هحط very.
طب لو طلعت يا صديقي strong adjective هحط absolutely. طب يا ترى يا مستر hilarious هي ordinary ولا extreme؟ extreme لأن يا جماعة الادجكتيف اسمها funny. funny ديت ordinary adjective صفة عادية. الاكستريم بتاعها القوي منها السترونج منها اهي يا صديقي hilarious يعني مضحك جدا، يبقى طلعت funny ordinary وطلعت hilarious extreme. طب انت هنا يا مستر كده لقيت hilarious مضحك جدا وعرفت ان دي يا صديقي extreme adjective صفة قوية، والقوي مع قوي زيه يبقى يا مستر طبعا absolutely. يبقى طبعا يا مستر هتبقى كلمة absolutely. My friend was نفس الفكرة. هنا يا مستر كلمة furious، قلت furious يعني غضبان جدا. يا ترى الصفة دي ما أنا لازم أحدد نوعها إذا كانت ordinary ولا extreme عشان أعرف أستخدم إيه. طب كلمة furious يعني في قمة الغضب مستر دي extreme adjective. حد فاكر القوي لأن العادية منها الordinary angry، إنما furious في قمة الغضب. طب صفة قوية القوي لازم معاه قوي زيه يبقى completely طبعا يبقى completely furious. Our team played طبعا يا مستر well يبقى قبلها extremely well يبقى extremely well. طيب بيقول لي the cost of living has risen مستوى أو تكاليف المعيشة زاد، ده فعل عادي مش verb to be. اوعى تنسى ان الفعل العادي مش verb to be بعديها مستر adverb حال، والادفيرب اخره ly يبقى dramatically. خلي بالك there is an الجملة دي شديدة number 11 there is a question I can't answer it. هو ده noun اسم، قبل النون عايز adjective. طب الادجكتيف ايه difficult يبقى ولا دي ولا دي. طب ما دي difficult ودي difficult. طب difficult دي adjective صفة، قبل الادجكتيف يا صديقي بيجي adverb. قبل الادجكتيف يا صديقي بيجي adverb يبقى عايز ly يبقى آخر إجابة extremely difficult. خلي بالك. طيب هاشم is a very active worker عامل كده مستر نشيط. هي ايه all the time بيشتغل بجدية يبقى طبعا يا مستر طبعا works hard. واحد يقول لك ليه مش hard works؟ عارف لو اخترت دي، عارف لو قلت hard works يعني بيعمل بالكاد يعني بالعافية بيشتغل يعني مش طايق الشغل، يبقى يا مستر عمري ما اقول عليه active. بص الفرق في المعنى خدت بالك؟ كلمة works hard يعني بيشتغل بجدية يعني بيموت نفسه وبيعمل اللي عليه، عشان كده قلت works hard مع الأخذ في الاعتبار يا صديقي إن كلمة hard adjective و adverb. أما يا مستر لو قلت يا صديقي hardly works يعني يا دوبك بيشتغل يعني بيشتغل قليل جدا، يبقى عمري ما هقول عليه active. he a to find a job برضه بيحاول على قد ما يقدر بس يعني ما عندوش حظ، يبقى he tried hard بيحاول بجدية. طيب the nurse has been working all night شغالة طول الليل so she feels هي كلمة exhausted. يا رب ترد عليا، هل هي ordinary ولا extreme؟ مستر دي extreme adjective. كلمة exhausted extreme adjective صفة قوية. strong adjective لأن في tired الordinary. exhausted extreme والقوي لازم معاه قوي زيه يبقى completely. طب يا صديقي she studies as her friend. واحد يقول لك as في النص الادجكتيف وممكن adverb حسب اللي قبلها. لو لقيت قبلها verb to be يبقى adjective، فعل عادي يبقى adverb. طب هنا يا مستر فعل عادي والفعل العادي مش verb to be عايز adverb، وطالما adverb يا صديقي يبقى careful ولا carefully؟ طبعا يا صديقي تبقى carefully. Our teacher always treats us in فاكر
الحاجات اللي آخرها ly. لو عايز تحولها الادفيرب in a fatherly way. in a fatherly way. I'm not with my job. مش مقتنع بالوظيفة بتاعتي. I'm not satisfied. الاي دي بتيجي مع الاشخاص انا مقتنع. ing مع الغير عاقل حاجة مرضية. طيب اخر جملة هنحلها مع بعض في جزء الجرامر دوت. our teacher ماله always talks to us. هو ده فعل عادي مش verb to be. والفعل العادي مش verb to be بعديها مستر adverb حال. حد فاكر؟ لو اي adjective اخرها ly زي friendly عايز اجيب لها الادفيرب لازم احط الصيغه ديت. لازم اقول له in a friendly way وبدل كلمه way في كمان in a friendly manner. يبقى in a friendly way او in a friendly manner. كده بفضل الله اتكلمنا على الجرامر بتاع يونت 3 الادجكتيف والادفيرب وعرفنا شويه افكار. خلي بالك جدا من حته الاوردينري والاكستريم adjective. تعالى كده يا مستر نشوف ونفتكر مع بعض الجرامر بتاع يونت 4. كان بيتكلم على ايه يا صديقي؟ كان بيتكلم على حاجه اسمها الكومباراتيف والسوبرلاتيف اللي هي مقارنه الصفات. مقارنه الصفات دي يا صديقي اللي هو كان بيتكلم عن اطول من، اقصر من، اجمل من. طب في نفس الطول تعالى افكرك كده ببعض الحاجات البسيطه على جزء الكومباراتيف وجزء السوبرلاتيف. طبعا الكومباراتيف كان بيقارن بين اتنين، اما كلمه سوبرلاتيف اللي هي صيغه التفضيل او مقارنه بين اكتر من اتنين. اولا يا صديقي قلنا يا مستر لو ادالي صفه زي مثلا كلمه زي خلينا الاول في العادي كلمه زي tall. لو عايز منها الكومباراتيف بحط لها er taller than. الشورت ادجكتيف الصفة القصيرة اللي هي لحد 6 حروف لو عايز الكومباراتيف مقارنة اتنين بحط er و than. طب لو عايز منها يا صديقي السوبرلاتيف بقول the tallest بحط يا مستر the و est. حلو قوي. طب لو ادالي يا مستر long adjective صفة طويلة زي مثلا intelligent دي اسمها long adjective أكتر من 6 حروف. لو عايز منها comparative يعني قارن بين اتنين وقلنا superlative يعني صيغة تفضيل. لو عايز يا مستر من كلمة intelligent الصفة الطويلة يا رب ترد عليا. لو عايز منها comparative بحط قبلها more بعدها than. يعني هقول له يا صديقي more intelligent than. more intelligent than. خلي بالك يبقى يجي قبلها يا صديقي كلمة more وبعدها كلمة than. طب عايز عكسها أقل ذكاء يبقى يا صديقي less intelligent than. حلو قوي. يبقى more intelligent than في الcomparative في مقارب بين اتنين مع long adjective وعكسها less intelligent than. طب لو عايز منها superlative صيغة التفضيل عايز اقول يا مستر ده اذكى واحد. طبعا يا صديقي هنا تبقى the most intelligent. the most intelligent. طب عكسها عايز اقول يا مستر اقل ذكاء يبقى the least intelligent. حلو قوي الكلام ده. فل قوي يا صديقي. يبقى اوعى تنسى صفة قصيرة حط er في الcomparative than. superlative the est. صفة طويلة قلت يا مستر في الcomparative more than عكسها less than. في السوبرلاتيف the most intelligent وعكسها يا صديقي the least intelligent. طيب كان في بعض الصفات الاستثنائية الحفظ وتخلي بالك قوي من الحفظ بتاعها عشان بتستخدم كتير وبتيجي كتير يا صديقي. زي قلت يا صديقي كلمة زي good. حد فاكر يا صديقي الكلمة ديت لو عايز منها comparative سهلة قوي بس حفظ. عايز اقول افضل من طبعا يا مستر طبعا تبقى يا صديقي better than. يبقى افضل من معلش بس ننضفها كده حلو يلا better than.
طب السوبرلاتيف أفضل واحد the best. طب لو قال لي كلمة bad وحش أسوأ من، كلمات دي حفظ ومهمة. worse than. طب أسوأ واحد the worst. طب كلمة for خلي بالك منها بعيد، عايز أقول أسوان أبعد من. farther than أو further than بالإيه أو باليو، والاتنين صح. أبعد من farther than أو further than. طب أبعد حاجة نفس الكلام، لا إما أقول له the farthest أو the furthest، ممكن برضو بالإيه وممكن باليو. ممكن أقول له the farthest أو the furthest. بس خلي بالك حتة very important، هقرا لك الكام صفة دول عشان أقول لك إيه الحتة المهمة اللي خاصة بالكلمة دي. تاني الصفات دي حفظ وخلي بالك منها. كلمة good عايز comparative better than، superlative the best. كلمة bad worse than و the worst. كلمة far اللي هو بعيد أبعد من الاتنين، لا إما يا مستر farther than أو further than بالإيه أو باليو. طب أبعد حاجة الأبعد نفس القصة ليها إجابتين، ممكن أقول له the farthest أو the furthest. خلي بالك. طيب الملحوظة اللي عايز تقولها لي يا مستر إن الكلمة دي يا صديقي كلمة further ساعات بتيجي لوحدها من غير than، والمعنى بتاعها بيختلف عن اللي بالإيه خالص، ليها معنى تاني خالص غير أبعد. اللي كلمة further يا صديقي بتدي معنى more إضافي. خلي بالك قوي من الحتة دي. واحد كده اديته موضوع مش فاهمه بيقول لي اديني معلومات تانية، معلومات إضافية، يروح قايل لي يا صديقي further information، معلومات إضافية. واحد تاني يا معلم يقول لك further details، تفاصيل إضافية. يبقى كلمة يا صديقي فوق قوي، يبقى كلمة further أنا قلت farther than أو further than أبعد من، بس كلمة further باليو ومن غير كلمة than بتدي معنى more إضافي. أقول لك further information معلومات إضافية، further details تفاصيل إضافية. خلي بالك من الجزء ده أرجوك. طيب عرفنا شكل الكمباراتيف، عرفنا شكل السوبرلاتيف، عرفنا بعض الصفات الحفظ اللي لازم تخلي بالك منهم. طيب خلي بالك يا مستر لو الصفة متساوية بستخدم as وفي النص الادجكتيف قلنا ممكن adverb لو قبلها أي حاجة غير verb to be. عمر is as tall as Jury. The ring is as expensive as the bracelet. قلت يا مستر خلي بالك لو الصفة متساوية as، لو الصفة متساوية as. قلنا حتة مهمة قوي لو عايز تنفي as قلنا في طريقتين، لا اما not مهمه قوي دي، مهمه قوي متكرره، النيجاتيف النفي بتاع as لا اما not as او not so as. خلي بالك النفي بتاع as حاجتين، لا اما not as او not so as. يبقى في المثبت هي واحده بس كنا بنقول عليها قاعده as الصفه متساويه، as الصفة متساوية اللي هي as وبجيب في النص الادجكتيف الصفة من غير أي إضافة. نيجاتيف نفي as طريقتين يا سوسو، لا إما not as أو not so as. not as أو not so as. اوعى تنسى يا صديقي إن so بتيجي في حالة النفي فقط، بتيجي في حالة النفي فقط. بتيجي مكان as الأولى مش التانية، بتيجي مكان as الأولى مش التانية، وفي حالة النفي فقط ما أقدرش أستخدمها في جملة مثبتة. طب لو عايز أسوي الصفة بحاجة تانية غير as كلمة the same، بس هنا لما قال لي عمر is as tall as Jury بتساوي عمر and Jury are the same height. ليه؟ لأن كلمة the same بعدها noun اسم، يبقى as في النص الادجكتيف الصفة بتساوي كلمة the same. خلي بالك يا صديقي بس the same بعدها noun اسم. آخر مرة as بيجي في النص الادجكتيف الصفة بتساوي كلمة the same، بس كلمة the same بيجي بعدها noun اسم.
لما قال لي هنا as tall as يبقى the same height. بقول لك ايه هو لو قال لي يا مستر as fast as هنا adjective وقال لي the same، عايز من كلمة fast الناون يبقى the same speed. طب لو قال لي as اللي يقول دي جامد as expensive as غالي زي كذا أو as cheap as رخيص زي كذا. لو قال لك يا مستر الكلمة دي أو دي expensive أو cheap هما adjective، عايز أقول the same اوعى تنسى إن كلمة the same بعدها noun. طب الناون من expensive أو cheap غالي زيها رخيص زيها يبقى نفس السعر نفس الثمن يبقى the same price. يبقى تساوي الصفة لإما as لإما the same. as بيجي في النص الادجكتيف الصفة من غير أي إضافة، كلمة the same بعدها noun. وقلت يا صديقي إن النيجاتيف النفي بتاع as طريقتين، لإما not as أو not so as. خلي بالك بالجزء ده بالله عليك. هنلعب دلوقتي على بعض النوتس والتريكات اللي في غاية الأهمية. تعالى بقى يا صديقي نبدأ جزء النوتس والحركات كده مع بعض. أول حاجة في النوتس بيقول لي مريم is the of the two girls. واحد يقول لك أول ما تلاقي the المفروض tallest. معاك حق بس بشرط ما تلاقيش ديت. طالما قال لك of the two يبقى بيقارن بين اتنين. هنا يا مستر لو ما فيش دي يبقى tallest. طب ولو في دي تبقى taller. القاعدة الأولى في النوتس بتقول لي كده، خلي بالك يا صديقي. لو لقيت كلمة of the two of the twins of the couple يعني أنا بقارن بين اتنين. لو لقيت أي حاجة من الكام كلمة دول، كلمة كمان مرة of the two of the twins of the couple حط بعد the comparative يعني er أو more أو less. كمان مرة يا صديقي وفوق كده بالله عليك. يبقى لو لقيت يا صديقي خلي بالك كلمة of the two أنا كده بقارن بين اتنين of the twins of the couple حط بعد the comparative er أو more أو less. عمر الأذكى في الولدين. عمر is the more intelligent of the two boys. خلي بالك منها أرجوك. أول معلومة في النوتس كمان مرة بتقول لي لو لقيت كلمة يا صديقي of the two of the twins of the couple حط بعد the comparative يعني er أو more أو less. المعلومة الثانية by far يعني بنسبة كبيرة إلى حد ما. عمر إلى حد ما أذكى ولد. كلمة by far بعدها superlative صيغة التفضيل يبقى the most intelligent. المعلومة الثانية هي يا صديقي لو لقيت كلمة by far بالله عليك اكتب، بالله عليك اكتبي بعدها superlative يعني صيغة تفضيل يعني the tallest يعني est يعني the most يعني the least. اوعى تنسى بالله عليك. يبقى المعلومة التانية لو لقيت كلمة يا صاحبي by far بعدها superlative صيغة تفضيل يعني the est the most the least. أول معلومة لو قارن بين اتنين وقال لك of the two of the twins of the couple حط بعد the comparative er أو more أو less. التانية لو لقيت كلمة يا صديقي اكتب highlighter كشكولك يضرب نار يا ولا by far بعدها superlative يعني the est the tallest the shortest the most the least. خلي بالك منها أرجوك. طيب المعلومة الثالثة بيقول لي the more you study قلت أول ما الاقي the كلما comparative وهنا برضو comparative قاعدة اسمها the كلما ليها شرط القاعدة دي عشان تتطبق. تلاقي ذا في أول الجملة، تلاقي ذا في نص الجملة بينهم كما، ذا في أول الجملة، ذي في نص الجملة بينهم كما. هنا comparative وهنا comparative يعني هنا er أو more أو less. وهنا برضو يا صديقي نفس القصة er أو more أو less. على فكرة ممكن er ممكن more. أهم حاجة إن لما تلاقي ذي في الأول
اكتب يا صديقي زي في النص بينهم قمة، كلما كلما. في الناحيتين سواء هنا أو هنا comparative، هنا comparative وهنا comparative، هنا مقارنة بين اتنين، هنا مقارنة بين اتنين، هنا ER أو more أو less، وهنا برضو يا صديقي ER أو more أو less. يبقى قاعدة the كلما كلما comparative اوعى تنساها بالله عليك. طيب اجمد كده وشد حيلك معانا كده يلا يا صديقي. The weather is becoming hotter في ER and ER. hotter and hotter في حاجة بتقول لك ER and ER more and more. الحاجات دي لما اقول لك الجو بقى colder and colder، الامتحانات بقت more and more difficult تستخدم. بص الحته الجامده، المصطلح ده الصيغه دي بتستخدم لتقويه المعنى. يعني لما بقول لك يا جماعه الجو بقى colder ساقعه، طب colder and colder بقى ساقعه قوي. طب الامتحانات difficult صعبه، طب more and more difficult بقت صعبه قوي. يبقى ER and ER more and more بتقوي الصفة. كمان مرة يا صديقي تاني، ER and ER more and more بتقوي الصفة. hotter and hotter colder and colder more and more كل الحاجات دي بتقوي الصفة بتاعتي. طيب which book do you like؟ better ولا good ولا best ولا the best؟ أول ما تلاقي like أو love استخدم best أو most من غير ذا أهي. أول ما تلاقي ركز في الحتة دي عشان هنزود حتة. أول ما تلاقي like أو love استخدم best أو most من غير ذا. أول ما تلاقي يا صديقي فوق like أو love استخدم best أو most من غير ذا. على فكرة يعني لما أقول لك I like مو صلاح best with the best most with the most بس في استثناء. هو أنا لو قلت لك مثلا بس الجملة دي مثلا يا مستر كشري or سوشي، تختار ايه؟ كشري ولا سوشي؟ اكل الاصيل. سوشي ايه يا بايظ؟ which one؟ بص دي do you like نقط. هو هنا خلي بالك بالحته دي وركز فيها. هو بيقول لي يا مستر كشري or سوشي، كشري ولا سوشي؟ which one do you like؟ هي في كلمه like. واحد يقول لك يبقى best، ماشي معاك حق. هو فعلا المستر قال لي لو لقيت كلمة like أو love أنا فعلا يا صديقي بستخدم best أو most من غير ذا. بس هنا حدد حاجتين. الاستثناء بتاع قاعدة like أو love لو لقيت حاجتين، لو لقيتهم يا مستر حاجتين يبقى better، تبقى better. خلي بالك منها. نقولها تاني من الأول واحدة، الحتة دي مهمة. تاني، هي القاعدة بتقول لي يا صديقي لو لقيت كلمة like أو love زي الجملة دي بستخدم best أو most من غير ذي، إلا لو ادالي حاجتين. حتى لو لقيت فيها like أو love، حتى لو لقيت like أو love بس هو حدد لي حاجتين بس بستخدم better. يبقى like أو love best أو most من غير ذا. حدد حاجتين ولا most ولا best استخدم better. خلي بالك منها أرجوك، قاعدة مهمة ومعلومة في غاية الأهمية. طيب واحدة كمان كده، نوت كمان، معلومة كمان. قال لي يا صديقي as well as Egypt هو أفضل من أشهر علماء مصر. طب لو هخليك تختار هشيل دي واشيل دي. يا ترى يا مستر اقول له the whale is Egypt a famous scientist، هل most ولا the most؟ هنا most ليه؟ عشان الابوستروف اس. لو لقيت الابوستروف اس بتاعت الملكيه او قبل النقط لو لقيت ابوستروف اس بتاعت الملكيه
أو أي ضمير ملكية. إيه ضمائر الملكية دي؟ أهي my, his, here, your, our, their. لا نستخدم ذا، لا نستخدم ذا. ما بنستخدمش ذا لو جه قبل النقط الابوستروف اس بتاعت الملكية أو أي ضمير ملكية يا عسلية. كمان مرة، لو لقيت قبل النقط يا صديقي الابوستروف اس بتاعت الملكية أو يا صديقي أي ضمير ملكية من دول، يقول لك الفيلم ده is my best with the best عشان my best book. يبقى قبل النقط لقيت الابوستروف اس بتاعت الملكية أو لقيت أي ضمير ملكية من الضمائر دي يا عسلية. my, his, here, your, our, their, its. لا نستخدم ذا. apostrophe اس ملكية لا نستخدم ذا. أي ضمير ملكية لا نستخدم ذا. اوعى تنساها بالله عليك. highlighter خلي بالك منها. طيب ملحوظة أخيرة كده عشان نبدأ نحل مع بعض. قلنا إن الكلمات ديت much أو a lot ولادنا كده مش احنا معلمينهم بطريقة. much أو a lot أو far أو even دول إخوات. دول إخوات. ودول برضو إخوات. a bit a little slightly. الحاجات دي بتيجي قبل الكومباراتيف، يعني قبل ER أو more. بتقوي أو بتخفف المعنى. يعني لما أقول لك علي is taller than أحمد، علي أطول من أحمد، هي دي comparative في ER وذان. قلت يا صديقي، يا رب تفتكروا الطريقة بتاعتنا وتجيب مجموع كبير. عايز تحط كلمة هنا قبل ال ER. اوعى حد يقول لي more. لا نستخدم more أبدا مع ER. عمرنا ما بنستخدم more مع ER. ممكن تستخدم دول. ممكن تقول much taller أو a lot taller أو far taller أو even taller، يعني أطول قوي. يبقى دول معناهم أطول قوي. وممكن أقول له a bit taller، ممكن أقول له a little taller، slightly taller يعني أطول. إيدك اليمين عينك الشمال الغمزة الجميلة اغمز سيكا. يا رب اللي بيغمز يا رب تجيب ملحق. سيكا اغمزي اغمزي يا ولا سيكا. يبقى كمان مرة يا سوسو، يلا يا سيكا. تاني، الكلمات دي سواء الجزء ده أو الجزء ده بيجوا قبل الكومباراتيف، يعني بيجوا قبل ER أو كلمة more. اللي فوق أقول much taller، a lot taller، far taller، even taller. كل الحاجات دي يعني أطول قوي. طب لو قلت a bit taller، a little taller، slightly taller يعني أطول سيكا. يالا اغمز يالا سيكا. خلي بالك، يبقى الحاجات دي بتيجي قبل الكومباراتيف قبل ER أو more. خلي بالك منها أرجوك. الشيت بتاعك الجميل بعد إذنك هتحضر لي page 9 شوية جمل كده هنشتغلهم مع بعض ونفنش الكلام ده مع بعض كده. أول جملة بيقول لي let's leave. ما يلا نمشي بقى يا عم. This is a film I have ever watched. طبعا أسوأ فيلم يبقى the worst. يبقى the worst film. Living in a big city is not يا مستر living in a small village. بيقارن بين حاجتين. يبقى أنا عايز أقول مش رخيص زي كذا، يبقى so cheap as. طبعا يا مستر واحد يقول لك cheaper لازم than. وقلنا إن so بتيجي مكان as الأولى في حالة النيجاتيف فقط. This book was a than the last one she wrote. I didn't like it. اقرا الجملة الأخيرها. في ناس أول ما تلاقي ده تقول لك better، بس مفيش better. هو ده. يا ترى الكتاب ده أفضل ولا أسوأ من الكتاب اللي فات؟ أنا مش عاجبني. يبقى أسوأ، يبقى worse than. May and عمر are the same. the same بعدها noun اسم. يبقى the same طبعا age. اوعى تنسى ان كلمة the same بعدها noun يبقى age. This is one of يا مستر cities I have visited. طبعا واحدة من أفضل الأماكن يبقى the most beautiful cities. طب اللي بعده this exercise is a than. طالما في than دور على ER يبقى easier than. Mount Everest is a mountain أطول أعلى جبل يبقى the highest. سهلة. Hurricanes الأعاصير are usually a than earthquakes. طالما لقيت than دور على ER أو more.
طالما لقيت than بدور على ER أو more، يبقى more predictable، يمكن التنبؤ بيها. He is the most respectable person. I have طبعا السوبرلاتيف بحط معاها ever I have ever met. My brother is ER. مفيش much مع سوري مفيش more مع ER، يبقى much taller. يعني ايه much taller؟ أطول قوي. طب a bit taller، slightly taller، أطول سيكا. طيب the situation is a complicated than we first thought. قد أكثر تعقيدا مما نتخيل. هو المفروض more complicated، وكلمة more ممكن يجي معاها far، يبقى far more complicated، أكثر تعقيدا. طيب English is easier to learn than ال ER ما يجيش معاها more يا ولا، يبقى much easier. much easier. Your house is wide but mine، بس البيت بتاعي هو أوسع كتير، يبقى much wider. Cairo is Egypt's، اوعى تنساها اوعى تنساها biggest. طب ليه يا مستر مش the biggest؟ عشان apostrophe s. قلنا apostrophe s أو أي ضمير ملكية ما نحطش the. Who is the of the two runners؟ أول ما يقول لك of the two حط بعد the comparative er أو more أو less، يبقى the faster. the faster. الجملة الأخيرة the pyramids are one of Egypt's طبعا most famous. خلي بالك landmarks عشان في الابوستروف اس. طبعا ما تنساش يا صديقي ان الشيت بالكامل هتلاقيه PDF في الديسكريبشن بتاع الفيديو. فايل الموديل انسر هتلاقيه PDF في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون استفدت بالمراجعه اللذيذه ديت، لميت فيها افكار. تابع القناه بتاعتنا، اللي جاي مهم. تفنيش الترم هتلاقي حاجات كتيره بتنزل لك. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، ونشوفكم على خير.